الرز البسمتي اللي بناكله في المطاعم مع المندي أو المشويات دايما بنكون متخيلين إنه بيكون صعب ومليان من المكونات الغريبة، بس هو في الحقيقة أبسط ما يمكن. في الفيديو ده هعرفكم التوابل بالظبط اللي بتحط على الرز عشان يطلع معاكم أحلى كمان من المطاعم. في حلة تكون واسعة على النار حطيت فيها شوية حلوين من الزيت ده هو اللي هيديله اللمعة، فشوية نتوصى بالكمية. أول ما الزيت يسخن كويس جدا هنضيف بقى التوابل وهتكون كلها صحيحة: القرفة الخشب وورق اللورة وقرنفل وحبهان وفلفل اسود حصى وكام حبة كده من بهار النجمة، ودي هتلاقوها عند أي عطار، وشوية من الشمر والكمون الصحيح. قلبت كل التوابل دي مع بعض في الزيت وسبتها تسخن كويس جدا عشان تطلع كل الروايح، وبعد كده ننزل عليها بالرز مرة واحدة كده والزيت سخن جدا، ونصدم بقى الرز في الزيت وياخد كل طعم التوابل الصحيحة دي اللي حطيناها. بعد كده قلبت الرز كويس لغاية ما اتأكدت ان كل المية اللي فيه نشفت، زودت شوية من الملح ورجعت كملت تاني تقليب. ما ضفتش اي توابل تانية على الرز غير في الاخر خالص شوية من الكاري، وهو ده اللي هعتمد فيه على اللون وكمان الطعم. ما ضفتش كركم، انا اعتمدت على اللون بس من الكاري. بعد كده رجعت كملت تقليب مرة تانية لغاية لما الكاري كمان اندمج مع الرز، وحسيت بقى ان هو خلاص الرز كده يعني شوية اتحمر. ضفت عليهم مية مغلية وده بالمقدار اللي احنا بنسوي بيه الرز بالطريقة العادية خالص، وغطيته على نار تكون بين المتوسطة والهادية لغاية لما كل المية دي والسوائل تتشرب خالص. تقريبا هياخد معاكوا 10 دقايق بالظبط. بعد ال10 دقايق شيلوا من عليه بقى الغطا، هتلاقوا المية كلها اتشربت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد كده قلبته كويس وهديت عليه النار خالص، يعني اهدى نار عندكم ممكن تستخدموها في الوقت ده. 5 دقايق بالظبط وهيكون معاكم جاهز. شايفين بقى اللون والريحة اصلا خطيرة، هيطلع معاكم مفلفل وشكله يفتح النفس. ده بقى بيتقدم مع مندي أو مشويات مع سلطة الدقوس، هتلاقوني عملتوها قبل كده عندي على البيج، وبصل كمان كده متقطع جوليان أكتر حاجة بتليق عليه. وكمان هتلاقوا عندي على البيج طريقة مندي اللحمة ومندي الفراخ، تقدروا ترجعوا لهم كمان وتجربوهم بطريقتي. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة لايك وشير وانجوي.